احبائي، بما انه احنا هلا باجواء الصيف، حابين انا وموريس نوريكم طريقه جدا سهله ومميزه عشان تقدموا بها البطيخ. راح نحتاج الى بطيخه. قسمنا البطيخه الى نصين بهالطريقه. هلا راح نبدا نشيل قشره البطيخ بالسكين. لما تتخلصوا من قشرة البطيخ لازم يعني تقطعوا هذا الجزء كمان، وبعدين رجعنا شيلنا كل الاشياء او القطع اللي هي باللون الابيض اللي بتكون بالبطيخ حتى يعطينا يعني شكل حلو ولونه احمر بهالطريقه. بعدين بس راح نقطع البطيخه الى مكعبات متوسطه الحجم، ولازم نحاول انه نحافظ على شكلها وننظف كل المي اللي بيخرج من البطيخ. هلا راح ناخد اناء يكون تقريبا نفس حجم البطيخه، نحطه فوق البطيخه بهالطريقه وبعدين نقلبها، ولازم تحصلوا على هذا الشكل. زي ما انتم شايفين لون البطيخ جدا رائع وبشهي. هلا راح ناخد اعواد من الخشب، ممكن يكون اي نوع من اعواد الخشب تبع الايس كريم او اي شيء متوفر عندكم. راح تحطوه قطع البطيخ. شوفوا الشكل قديش حلو، ممكن تقدموه بهالطريقه مع اولادكم او مع الضيوف، فبيعطي شكل كتير مرتب وكتير حلو. فاتمنى الفيديو يعجبكم، فاذا عجبكم ما تنسوا اللايك شير وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.